خلينا نبدا بالبوينتس اللي انا جبتها الجيم ويك اللي فات. طبعا انا جايب 40 نقطه والافرج كان 42، فمستوى زي الزفت يتحدث عن نفسه. يعني كان عندي كنت بلعب بخطه 4-3-3، كنت بلعب في الجون بديفيد رايا، كنت متخيل ان احنا هنجيب كلين شيت، ولكن ارتيتا فاجئني جدا ان هو ما لعبش ايزي ولعب بخطه جبانه جدا، وده خلى ان احنا ما نعرفش نلعب كره هجوميه، ما كناش في احسن حالاتنا، التشكيل كان غلط يعني. فمانشستر سيتي ركبوا في الاول وجابوا جون من هجمه مرتده فطار الكلين شيت. الاربعه اللي عندي ورا كان عندي سبنس، تشالوبا، ليفرامنتو وجابرييل. سبنس جاب لي نقطه واحده فقط. تشالوبا الحمد لله الجون اللي جابه ده، هم تشيلسي ما جابوش كلين شيت، ولكن الجون اللي جابه خلاه يجيب لي 8 نقط. ليفرامنتو بيكمل الاداء كويس وكلين شيت بيجيب لي 6 نقط. جابرييل مع اخوه رايا في الاحباط ان الكلين شيت اللي ضاع من ارسنال بسبب الخطه الوحشه والاداء اللي كان وحش والتشكيل الغلط اللي ارتيتا نزل بيه. فجابرييل ورايا تاني مره في الموسم ما يجيبوش كلين شيت. الماتشات الثانيه في الدوري ارسنال مخلصها كلين شيت، وكانوا الاثنين بيجيبوا لي دايما كلين شيت. الثلاثه اللي في النص كنت بلعب بمحمد صلاح وجريليش وقدوس. محمد صلاح ما عملش غير الاسيست لجرافنبرغ فجاب 5 نقط. جريليش ما شاء الله عليه اول ما جبته وقف اهداف وقف اسيستات ووقف كل حاجه وخد انذار وجاب نقطه واحده وحاجه في منتهى النيله. قدوس عمل اسيست فجاب لي 7 نقط. الثلاثه اللي قدام يوكريش وجواو بيدرو وواتكنز. يوكريش جاب لي نقطتين تاني، ارسنال ما عملوش اي حاجه. جواو بيدرو نقطتين ما عملش اي حاجه لاول مره، وواتكنز كان هو الكابتن جاب لي 4 نقط بالكابتنه. وبصراحه انا واتكنز خلاص صبري نفذ عليه، وفعلا لازم يمشي من الفرقه خلاص، بقاله 5 ماتشات في الدوري ما بيعملش اي حاجه. الدكه الحمد لله رايندرز اول ما حطيته على الدكه جاب 9 نقط عشان هو اللي عمل الاسيست لهالاند. تافينير من بورموث 3 نقط، جودمونسون 4 نقط، واليسون نقطتين عشان هم ليفربول برضو ما جابوش الكلين شيت. فدي الفرقه باختصار. الجيم ويك رانك 7,181,000 على العالم، حاجه في منتهى النيله.